عمرك قريت الشروط والاحكام في اي ابلكيشن نزلتها قبل ما تدوس موافق؟ في واحده بقى قررت تقرا، بس اللي لقيته كان مفاجاه جديده. سنه 2019 مدرسه امريكيه على المعاش اسمها دونالين اندروز اشترت وثيقه تامين، بس قررت تقرا الشروط والاحكام عكس ما اغلب الناس بيعملوا، وفضلت تقرا الشروط والاحكام بند بند لحد ما وصلت للبند رقم 73 ولقت مكتوب فيه: لو انت بتقرا الكلام ده ابعت لنا ميل وهتكسب $10,000. دونالين قررت ما تفوتش الفرصه وبعتت لهم الميل، وبعد كام ساعه جالها ميل تاني بيقول لها مبروك كسبتي $10,000. اللي حصل ده كانت تجربه حقيقيه الشركه عاملاها عشان تعرف نسبه الناس اللي بتقرا الشروط والاحكام. وخليك عارف ان اغلب الابلكيشنز والشركات بتراهن انك مش بتقرا الشروط والاحكام، وبيحطوا لنفسهم بنود بتحميهم من اي مسؤوليه تجاهك، وبنود تانية بتديهم صلاحيات مرعبه عن بياناتك وخصوصيتك، بس كل ده بموافقتك انت بس يا سيدي. وكده يبقى خلص الكلام. سلام.